بيبدأ فيلمنا جولد بشاب فقير اسمه فيرجل، وهو راكب قطر عشان رايح يستلم شغله الجديد في شركة حفر في صحراء العراق. ولما بيوصل لمحطة القطر بينزل عشان يستنى السواق اللي هينقله لمقر الشركة، وهناك بيلاقي المحطة مهجورة وما فيهاش أي حد، فبيروح يتكلم مع عامل المحطة وبيسأله عن الحمام. وأول ما بيدخل الحمام بيلاقي واحد بيخبط عليه وبيقول له إن اسمه كايس وهو السواق اللي هيوصله لمقر الشركة. فبيخرج فيرجل من الحمام وبيركب معاه العربية وبيتحركوا ناحية المقر، وفي طريقهم بيطمع كايس وبيقول له انه هيوصله مقابل $200 لان المشوار طويل وهيحتاج يشتري بنزين. فبيعترض فيرجل على كلامه وبيقول له ان مدير الشركة بلغه ان التواصل مجانا وبيقترح عليه ياخد الفلوس دي من الشركة. فبيرفض كايس وبيقول له لو مش عاجبك انزل من العربية. وبسبب انهم في نص الصحراء بيضطر فيرجل يوافق ويديله المبلغ اللي هو عاوزه. وبعد شوية بيحس انه حران وبيحاول يشغل التكييف اللي في العربية، فبيمنعه كايس وبيقول له ان التكييف لو اشتغل العربية هتعطل لان موديلها قديم. وفجأة بيتخرم كاوتش العربية في نص الطريق، وبيكون فيرجل مستعجل عشان عايز يلحق يستلم شغله. فبيستغل كايس الفرصة وبيخليه هو اللي يغير كاوتش العربية. وبعد ما بيغيروا بيكملوا طريقهم في الصحراء لحد بالليل. فبيقرروا يخيموا في المكان عشان يستريحوا، وبيقعدوا يتكلموا مع بعض وبيسألوا كايس ايه اللي خلاه يسيب بلده ويجي يشتغل في منطقة صحراوية في العراق. فبيقول له فيرجل انه وحيد وكان عايش في الهند في منطقة فقيرة جدا، فاضطر يجي العراق عشان يدور على شغل، لحد ما بالصدفة لقى اعلان لشركة عاوزين عمال يحفروا في الصحراء. فبينصحوا كايس يرجع بلده او يدور على شغل تاني، لان الشغل في الشركة دي صعب جدا، لان كل العمال اللي فيها بيشتغلوا 16 ساعة كاملين بمرتب قليل جدا، وبالتالي لو اشتغل فيها ممكن يتعب او العمال يستغلوه لانه طيب. فبيقطعوا فيرجل وبيقول له انه متعود على الشغل الصعب من زمان وانه مضطر يستحمل لان مش قدامه حل تاني. وتاني يوم بيكملوا طريقهم وبيتعب كايس وبيخلي فيرجل يسوق العربية مكانه لحد ما ينام هو شوية ويرتاح. وفي طريقهم بيحس فيرجل انه حران وبيشغل التكييف، على الرغم ان كايس حذره قبل كده ما يشغلوش عشان العربية ما تعطلش. وفعلا العربية بتعطل، وبيصحى كايس من النوم وبيزعق له على اللي عمله. فبيعتذر له فيرجل وبيقول له انه ما كانش قادر يستحمل الحر، وبعدها بيسيبه يصلح العربية وبيتمشى بعيد عنه لحد ما بيلاقي حاجة بتلمع وبيقرب ناحيتها وبيتفاجئ انه دهب. فبينادي على كايس وهو فرحان وبيقول له تعالى بسرعة انا لقيت دهب. فبيروح له كايس بعد ما بيصلح العربية وبيعرفوا ان ده اكيد مش دهب، وفي طريقة واحدة بس عشان يعرفوا اذا كان دهب ولا لا، وهي انهم يولعوا فيه بالنار، ولو اتحول للون الاسود فدي مجرد صخرة عادية، اما بقى لو فضل لونه زي ما هو فده دهب حقيقي. وبالفعل بيولع فيه وبيتفاجئ ان لونه ما اتغيرش وانه دهب حقيقي زي ما فيرجل قال له. فبيفرحوا هما الاتنين وبيحفروا في الارض عشان ياخدوه، ولكن بيتفاجئوا انها قطعة دهب كبيرة جدا وحجمها قد صخرة ضخمة، وبيكونوا مش عارفين يطلعوها. فبيربط كايس الدهب في العربية وبيحركها عشان يشدوا ويطلعوا، بس للأسف الحبل بيتقطع لان الدهب وزنه كبير جدا. فبيكملوا حفر هما الاتنين لحد ما بيجي وقت غروب الشمس، وبيروحوا يجمعوا حطب عشان يولعوا نار ويحموا نفسهم من الذئاب. وبعدها بيقعدوا يستريحوا وبيرقصوا من شدة سعادتهم بالدهب اللي لقوه، وبيكونوا مش مستوعبين ان صحراء العراق فيها دهب كتير بالشكل ده. وبالليل بيقول كايس ان الدهب كتير جدا ومستحيل يقدروا يخرجوه بسهولة، والحل الوحيد انهم يجيبوا آلة حفر عشان يطلعوه. ولحسن الحظ كان عنده واحد صاحبه معاه المعدة دي، وبيطلب من فيرجل يروح يجيبها وهو هيفضل جنب الدهب لحد ما يجي. فبيرفض فيرجل لانه ما بيثقش فيه بسبب انه استغله اكتر من مرة، وبيقول له روح انت هات آلة الحفر وانا هفضل جنب الدهب لحد ما تيجي. فبيضطر كايس يوافق لان ما قداموش حل تاني. والصبح بيديله اكل وميه وبيعرفوا ان المشوار هياخد منه 5 ايام، وكمان بيديله موبايل وبيقول له انه اول ما يوصل المحطة هيشتري موبايل تاني عشان يكلمه. وبعد ما بيخلص كلامه بيسيبه وبيمشي. فبيغطي فيرجل الدهب بالتراب عشان لو حد عدى بعربية ولا حاجة ما يشوفوش، وبعدها بيعمل خيمة تحميه من اشعة الشمس وبيروح يجمع حطب. وبالليل بيقعد يولع نار وبياكل، وفجأة بيسمع صوت الذئاب والكلاب البرية قريبة منه، وبيقرر يسيب النار عشان ما يهجموش عليه وهو نايم. تاني يوم بيصحى من النوم بسبب سخونة الارض لان حرارة الشمس عالية، وبيكون تعبان عشان ما خدش كفايته من النوم. فبيسمع صوت الموبايل وهو بيرن وبيجري ناحية الخيمة
عشان يرد عليه بسرعة، ولكن للأسف مش بيلحق والاتصال بيتقطع. فبيقرر يروح يستكشف الصحراء يمكن يلاقي حاجة تفيده وتحميه من أشعة الشمس بدل الخيمة القماش اللي ملهاش أي لازمة. وفي طريقه بيلاقي طيارة متحطمة، فبيروح ياخد الأبواب بتاعتها وبيعمل بيهم خيمة أحسن من اللي كان عاملها، وبينام شوية عشان يرتاح. ولما بيصحى بياخد حجر من على الأرض وبيكسر قطعة ذهب كبيرة وبيخبيها في الخيمة تحسبا لو حصل أي ظرف ومعرفش ياخد كمية الذهب الكبيرة اللي مدفونة تحت الأرض. وساعتها بتجيله مكالمة من كايس اللي بيعرفه إن العربية عطلت بيه وهو في الطريق وهيتأخر يومين تانيين. فبيقول له فيرجيل إنه كسر قطعة كبيرة من الذهب وبيقترح عليه ما يجيبش آلة الحفر ويجي يساعده في إنهم يكسروا شوية من الذهب ويستغنوا عن الباقي. فبيرفض كايس بسبب طمعه وبيقول له إنهم لازم ياخدوا الذهب اللي في الأرض كله وإن دي فرصة كويسة ليهم عشان يبقوا أغنياء جدا. فبيقتنع فيرجيل بكلامه وبيقفل المكالمة. وبالليل بيقعد لوحده وبيسمع صوت الذئاب والكلاب البرية وهم قريبين منه، فبيخاف وبيمسك خشبة فيها نار عشان يبعدهم عنه، وبيضطر إنه يفضل صاحي طول الليل عشان ما يهجموش عليه. والصبح بينام شوية وبيصحى وهو مرهق وجلده بيكون اتقشر بسبب حرارة الشمس. فبيقوم يشرب مية وبيلاقي الأكل والمية اللي معاه قربوا يخلصوا، وفجأة بيلاقي قدامه تعبان وبيحاول يصطاده عشان ياكله، وبالغلط بتقع منه إزازة المية الأخيرة اللي معاه، وبيتضايق لأن الإزازة ما بقاش فيها غير شوية مية يكفوه يوم واحد بس. فبيروح ناحية الطيارة المتحطمة يمكن يلاقي فيها مية أو أكل، وفجأة بيلاقي شخص مقنع ماشي في الصحراء وجاي ناحيته. فبيستخبى فيرجيل في الطيارة وبيلاقي الشخص ده جاي يتكلم معاه وبيسأله لو عايز مساعدة. ففيرجيل بيرفض يتكلم معاه وبيكون خايف لا يكون مجرم ولا حاجة. وساعتها بيشيل الشخص ده القناع بتاعه وبيطلع إنه بنت، وبتسأله أنت بتعمل إيه في الصحراء وإيش معنى المكان ده بالذات اللي خيمت فيه. فبيكذب عليها فيرجيل وبيقول لها إنه تايه، وبيرفض يعرفها موضوع الذهب عشان ممكن تخلص عليه وتاخد الذهب لوحدها. ولما بيمشي ناحية الخيمة بتاعته بتبدأ البنت تشك فيه وبتمشي وراه وبتقول له إنها مش مرتاحة له وحاسة إنه عامل جريمة ومستخبي في الصحراء. فبيتعصب فيرجيل وبيقول لها إنه مش مجرم وإنه كان رايح مقر الشركة اللي هيشتغل فيها، والسواق نسي حاجة ورجع محطة القطر عشان يجيبها، ودلوقتي هو مستنيه عشان يروح الشركة. فبتقطعه البنت وبتقول له إنها مش مصدقاه لأن مفيش أي أثر عربية على الطريق. وأثناء كلامها بتلاحظ إنه تعبان جدا وبتقول له إنه باين عليه إنه قعد فترة كبيرة في الصحراء عشان كده جلده قشر وأكيد هيجيله جفاف وهيبدأ يشوف هلاوس. فبتستغل إنه تعبان وبتروح الخيمة بتاعته عشان تشوف إذا كان مخبي فيها حاجة، وساعتها بيروح فيرجيل وراها عشان يمنعها تشوف قطعة الذهب اللي كسرها ومخبيها في الخيمة. ولحسن الحظ مش بتشوفها وبتفضل تضغط عليه بالكلام وبتقول له إنها لسه شاكة فيه وحاسة إنه مخبي حاجة. فبيتعصب فيرجيل وبيضربها على دماغها بالجاروف اللي معاه وبيخلص عليها، وبعدها بياخد منها المية والحاجات اللي معاها وبيحفر حفرة في الأرض وبيدفنها. وساعتها بيلاقي كلب بري بيحاول يخرجها عشان ياكلها، فبيروح ياخدها وبيسحبها لمكان بعيد عن الخيمة بتاعته وبيجمع خشب وبيحرقها. تاني يوم بيتصل بكايس وبيعرفه إنه جاي في الطريق ومعاه آلة الحفر، وللأسف هيتأخر شوية عشان الآلة مبطئة العربية، وبيعرفه إنه اشترى موبايل عشان لو احتاج يكلمه. ففيرجيل بينهار وبيقول له إنه مش قادر يستحمل أكتر من كده في المكان ده. ولما بيقفل معاه المكالمة بيشوف عربية معدية على الطريق وبيكون قدامه فرصة إنه يوقفها ويركب مع صاحبها وياخد معاه قطعة الذهب اللي كسرها، ولكن بيطمع في باقي الذهب اللي في الأرض وبيقرر يفضل مكانه ويستنى كايس. فبيروح يجمع الحطب عشان يولع نار، وفجأة بيلاقي عاصفة رملية جاية عليه فبيطلع يجري بسرعة وبيستخبى في الخيمة، بس العاصفة بتكون قوية جدا وبتطير الخيمة كلها. فبيكمل جري في الصحراء لحد ما بيقع عليه جذع شجرة وبيفقد الوعي، ولما بيفوق بيلاقي جذع الشجرة دخل في بطنه وبيتفاجئ ان قطعة الذهب اللي كسرها اختفت. فبيفضل يدور عليها وهو مش مهتم بنفسه وكل تفكيره في الذهب بس لحد ما بيلاقيها وبيفقد الوعي مرة تانية. وبعد شوية بيشيل جذع الشجرة وبيلف قماشة على بطنه وبيقع على الأرض من شدة التعب. فبيبدأ يشوف هلاوس بسبب الجفاف وبيشوف قدامه البنت اللي خلص عليها وهي ماسكة سلاح وبتشربه مية. ولما بيفوق من الهلاوس دي بيلاقي الموبايل بيرن وبيروح يرد عليه وبيقول لكايس انه ما عادش قادر يستحمل. وفجأة بيلاقي البنت قدامه وبتعرض عليه تديله مية، فبيصرخ وبيقول لها تمشي وبيكون فاكر انه بيهلوس، ولكن بيتفاجئ انها بتسأله عن اختها التوأم وبيعرف انه مش بيهلوس واللي خلص عليها دي تبقى اختها. فبيكذب عليها وبيقول لها انه ما شافهاش وساعتها بتسيبه وبتمشي. ففيرجيل بيفقد الوعي من كتر التعب، ولما بيفوق بيلاقي البنت ولعت نار جنبه عشان تبعد عنه الكلاب
الكلاب البرية، وقبل ما يقوم من مكانه بيلاقي الموبايل بيرن وبيقول له كايس انه قريب منه وشايف دخان النار اللي حواليه، وفجأة بتيجي الكلاب وبيهجموا عليه وبيفضلوا يعضوه لحد ما بيموت. وساعتها بيكون كايس واقف بعيد وشايفه، وبيطلع انه كان موجود في المكان من بدري ومستني الكلاب عشان يخلصوا عليه وياخد الدهب لوحده. وبعد شوية بيروح بالعربية ناحية الدهب عشان ياخده، ولكن بتظهر البنت التوأم وبتضربه بسهم وبتخلص عليه نهائي، وبيموت الاتنين الطماعين من غير ما ياخدوا الدهب اللي خلاهم ينسوا كل حاجة عن المبادئ والإنسانية. وهنا بيخلص الفيلم. سلام. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك الجميل يا رايق عشان بيفرق معانا جدا، واشترك وفعل الجرس عشان ما تفوتكش افلامنا. ولو حبيت تقترح فيلم نلخصه اكتبه على طول في الكومنتات. سلام.